خليني اقول لحضرتك على 6 نقاط. يلا. 3 ما تعملهمش و3 انت لازم تعملهم. يلا. اول حاجة في ال3 اللي ما تعملهمش، لا تنتظر الشيء الجيد من الشخص السيء. ما تنتظرش الحاجة الكويسة من بني ادم كرر معاك الحاجة الوحشة 100 مرة. 2 ما تعملش للبني ادم اللي ملوش قيمة. انا اسف، ما تعملش للرخيص قيمة. انت بتيجي على بني ادم ملوش قيمة تعمل له قيمة، فيبدأ يعني يتنطط عليك ويبدأ يوجعك. 3 ابعد عن الناس اللي بيستكتروا عليك النعمة اللي ربنا بيديها لك. يا ساتر. اللي ما يعرفوش انت بذلت ايه وضحيت بايه عشان الحاجة دي. 3 دول 3 نقاط لازم ما تعملهمش. ايوه. 3 تانيين انت لازم تعملهم. لازم تدي لأهل بيتك وأسرتك جزء من وقتك. لازم راقبهم، ممكن بكرة ما يبقوش موجودين. حاجات كتيرة قوي يعني انت بتشوفها في حياتك مهمة، لكن صدقني مفيش اهم انك تديهم من وقتك حتى لو كل يوم 5 دقايق. 2 جه الوقت انك تصالح الناس اللي انت مزعلهم منك، واللي انت عارف ان انت مزعلهم وممكن تكون واخد حقوقهم وانت ما انتش واخد بالك. اخوك، اختك، شريك ليك في الحياة، واحد معاك في الشغل، مش هتخسر حاجة لو رجعت واديت لهم حقهم. 3 والله العظيم الاخلاق هي اللي بتفتح الابواب المقفولة. اتعامل مع كل الناس اللي بتقابلك في حياتك بأدب واحترام واخلاق. قدر كل الناس اللي بتقابلك، هتلاقي العالم كله بيقدرك. 6 خطوات لسنة جديدة مختلفة عن كل ما سبق في التعامل مع الآخرين.